اهلا بيكم وفيديو جديد. فيديو النهارده هنتكلم فيه عن سؤال محير مامس كتير قوي قوي، اللي اولادهم وبالذات بناتهم من سن 14 15 لحد 17 سنة او 18 سنة. السؤال دوت ايه هو؟ السؤال دوت مهم جدا جدا، والفترة دي بالذات مهمة قوي وقوية جدا، و... والمامز لازم ياخدوا بالهم جدا 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 في الفترة دي. كلامي النهاردة هيكون دقيق جدا وهيكون محدود على فئة معينة من البنات ومن الأسئلة اللي المامز بتسألها، علشان خاطر المرحلة دي محتاجة شغل قوي قوي من المامز. طيب ايه هو برضو السؤال؟ احنا معرفناش ايه هو السؤال ان في مامز كتير بتقعد تقولي البنت قبل ما تروح الدرس بتاعها او قبل ما تنزل المدرسة الصبح بتقعد كتير جدا قدام المراية، تقعد كتير جدا تلبس. ممكن تروح قبل الدرس بساعة ولا ساعتين تقعد تلبس. انا خايفة ان البنت تكون مهتمية بنفسها وبشكلها ويكون حد بيضحك عليها وتبقى اما ما بتروحش الدرس، يا اما بتكبر دماغها، يا اما بتقعد في السيشن او في الدرس بتاعها وهي مش مركزة. تعالوا نتكلم في الجزئية بتاعة البنت اول ما تكمل 14 سنة. الفترة دي البنت بتبدأ تحس بتغيرات فسيولوجية في جسمها، وبتبدأ ان هي تغير تفكيرها وكل حاجة في البيت. حاجات كتير جدا يا جماعة بتتغير، اسلوبها، طريقتها، معاملتها، آه كل حاجة فيها بتتغير. زي ما قلت لكم في تغيرات فسيولوجية في جسمها وفي طريقتها وفي كل حاجة. بتبدأ البنت تفكر فيها في اللحظة دي ان هي خلاص كبرت، ان هي خلاص ممكن اي حد يبص لها، ان اي حد ممكن يعكسها، ان اي حد مش يكلمها ويصر على اسلوبه او طريقته، اللي هي مثلا ماما او بابا في البيت، او لو هي اخ كبير عايزه تحط ميك اب، عايزه تلبس مش عارفه لبس معين، عايزه تلف الطرحه بشكل معين، عايزه تخلع الطرحه اصلا خالص. انتوا غصبتوني عليها وانا صغيره وانا مش حباها والكلام ده كله. هنا ماما بتبدأ تقلق عليها طول النهار بره، طول النهار على الموبايل. خايفة قوي قوي من الفترة دي، والبنت مش بتسمع الكلام، بتعمل كتير. انا اعمل ايه؟ خلينا متفقين يا جماعة ان احنا اساسا من البداية خالص قلنا ان احنا لازم نصاحب ابننا او نصاحب بنتنا. الكلام ده على فكرة برضو الولاد برضو بتعنت في الفترة دي وما بتحبش ان حد يخالفهم او يعاندهم في كلام هم عايزينه او في مواضيع او في اي حاجة. بس احنا خلينا دلوقتي في السؤال اللي بقى بيتسألني بشكل مستمر ومتكرر بشكل مش طبيعي. البنت مالها؟ البنت في الفترة دي نعمل معاها ايه؟ البنت صاحبيها. احنا في الاول خالص قلنا ان انت يا مامي لازم تصاحبي اساسا البنت او الولد، طفلك صاحبيه اول 7 سنين من عمره. ابدأي علميه صاحبيها وعرفيها عن كل حاجة. زي ما قلت لكم اول 7 سنين عرفيهم الصح من الغلط، ايه الحلال وايه الحرام، وايه السلبيات وايه الايجابيات. بعد 7 سنين او بنتك بعد 7 سنين مش بتاعتك. يعني ايه مش بتاعتي؟ يعني خلاص بقت للمدرسة، لاصحابها، لدروسها، للنادي، للكمبيوتر، لللابتوب، للايباد، الحاجات دي كلها. مش تعرفي هنا ساعتها تقولي لها ايه الصح وايه الغلط، ايه الحلو وايه الوحش، ايه الحلال وايه الحرام، ايه السلبيات من الايجابيات. مش هتعرفي تتحكمي فيها. مش هتلاقي اساسا وقت انك تقعدي وتعرفيها ايه الحلو وايه الوحش. لا، انت عرفي بنتك ده كله وعرفي ابنك ده كله من قبل ما يدخل المدرسة. انت بعد كده هتبقي انت نفسك مشغولة وما عندكيش اي
ابدأي هنا عرفيها ان انت حبيبتي هتروحي المدرسة وهتشوفي شباب او صبيان زمايلك معاكي في المدرسة، وهتشوفي بنات. لازم تتعاملي مع كل دول، تتعاملي مع المدرسين الرجالة، وهتتعاملي مع صبيان، وهتتعاملي مع بنات، وهتتعاملي مع مدرسين بنات، وهتتعاملي مع كل حد في المدرسة. بس يا حبيبة مامي بحدود. المستر طلب حاجة منك، حاضر، بس لو قالك روحي عندي في المكتب وهاتيلي كوباية فيه او هاتيلي القلم او هاتيلي كتاب او كشكول من على المكتب، قوليله ماما قالت لي ما تروحيش مكتب بتاع اي مدرس من المدرسين. روحي يا حبيبتي هاتيلي كذا من الحمام، هاتيلي ماما قالت لي ما تدخلش حمام المدرسة ولا المعمل، معمل العلوم، معمل الكمبيوتر، أوضة المدرسين للرجالة أو البنات، لأن بيبقى في ساعات في المدارس أوضة المدرسين ميكس ما بين مدرسين الرجالة ومدرسين الستات، فمعلش أوضة الرسم مش هدخلها، أوضة الاقتصاد المنزلي مش هدخل. هو من الفصل بتاعك للباب بتاع البوابة بتاعت المدرسة، أكتر من كده تدخليش. ولو هتدخلي أي معمل من المعامل يبقى مع الكلاس بتاعك كله، كل الفريندز اللي موجودين كلهم هتروحي معاهم، غير كده لا. الحمام برضو ممنوع ان حضرتك او حضرتك تدخلي الحمام بتاع المدرسة، ده للولد او للبنت. مفيش حاجة اسمها ان البنت ممكن نخاف عليها والولد عادي ده ولد مش هيحصل له حاجة، لا بيحصل له حاجات، دي ممكن نخليها في فيديو تاني يعني لوحده. ليه يا مامي ما تمنعيش بنتك ان هي تتعامل مع زمايلها الصبيان في المدرسة؟ ما بقولكيش معلش عشان نحط كده بنود، علشان في مامس بترجع تفهم اللي انا بقوله غلط وتطبقه غلط. ما بقولكيش تمنعيهم منعا تاما منهم، وما بقولكيش تخليهم تصاحبهم، انا بقولك تتعامل معاهم بحدود. جه زميل ليا قال لي هات يا هدير قلم، هديله القلم، ولما يرجع يدوني هاخده وهاخد منه القلم بكل ادب وخلاص خلصنا. هاتي كشكول، المس بتقولك اعملي كذا، تعامل بحدود. ليه بحدود؟ لان بنتك هتروح درس بره، فطبيعي ان هي ممكن تدخل في نقاش على ما سؤال او على جزئية المستر بيشرحها، ممكن يعملوا عمل جماعي في المدرسة. بعد ما هتخلص المدرسة هتدخل جامعة، هتدخل الجامعة وهتلاقي تعاملات بقى مع شباب اكتر من اللي كانوا معاها في السكول واللي كانوا معاها في درس او في حاجة. هتلاقي تعاملاتها مع دكاترة رجالة اكتر. هتخلص الجامعة هتلاقي بنتك بتتعامل مع شباب في الشغل اكتر واكتر، هتلاقي بتتعامل. فاحنا ما ينفعش ان احنا نطلع بنتنا اصلا ان هي ما تتجاهلهم، او ما احنا نحط حدود لبناتنا ونعرفهم على الحدود بتاعتنا هتوصل لحد فين. لان احنا كل ما بنبص للمستقبل ما بنبصش لدلوقتي، اصل عيب ما ينفعش تكلمي ولد، ما ينفعش مش عارفه ايه. بنتك هتطلع بره وهتشوف بنات تانية بتتعامل مع شباب بحدود، او بتتعامل معاهم مع الصبيان اللي معاها في المدرسة او في الشغل او في الدراسة او في اي حاجة، ما هو محترمين، هي بتتعامل معاه باحترام وهو بيتعامل معاها باحترام، يبقى خلصنا، مفيش موضوع عادي. لكن ان هي تبقى خايفة تتكلم معاه، خايفة تتعامل معاه، خايفة تطلب منه حاجة، صدقيني هيضحك عليها. ولو مش هتضحك عليها في ان هي ممكن يعني هتلاقيهم بيتريقوا عليها، دي هبلة، دي مش فاهمة حاجة. لكن لو انت بدأتي ان انت تعلميها من البداية انك تعرفي تكلمي هيضحكوا عليها، هيقولوا عليها ان هي مثلا هبلة او بتعمل او عبيطة مش عارفة تتعامل مع حد. اي حد هيقدر ان هو يضحك عليها وهيبوظ لها دنيتها ونفسيتها، الحاجات دي كلها. فهنا اول حاجة هنبدأ ان احنا نعملها ان احنا نحافظ على بناتنا بان احنا نصاحبهم، عشان ماما لما تبدأ ان هي تصاحب بنتها
وتعرفها الصح من الغلط بدون تزعيق وبدون شخط وبدون لوم وبدون اي حاجة من الحاجات دي، البنت صدقيني هتيجيلك. اول ما هتتزنق هتجيلك، اول ما هتقع هتجيلك، اول ما هتفكر في اي حاجة هتجيلك. يبقى انت شايفة كل حاجة احسن بكتير من انت تعرفي ان بنتك عملت حاجة وحشة او غلط او مش صح في ظهرك. ليه نسمح لنفسنا او نوصل نفسنا للنقطة دي؟ وانت كأم بتيجي حولي هنا بقى خوفك وقلقك على البنت. بتلبس لي كتير، بتقف قدام المراية كتير قبل ما تنزل، هل هي بتكلم مين بره، بتتعامل مع مين بره، موبايلها فيه ايه، الكمبيوتر بتاعها فيه ايه. طب ليه تشغلي بالك وانت عارفة وواثقة بينك وبين نفسك ان انت بنتك مصاحباها وعمرها ما تخبى عليكي حاجة، حتى لو هي غلط عمرها ما تخبى عليكي حاجة. فايه رأيك ان احنا بدل ما نحول الموضوع من خوف وقلق وتوتر وعدم ثقة لثقة وأمان وواثقة في بنوتك وإن هي عمرها ما تعمل حاجة غير لما تيجي تتكلم معاكي، مش لما تيجي تتكلم معاكي تروحي داخلة فيها قوي كده، انت ما بتسمعيش الكلام، انت مش عارفة ايه والكلام ده كله. لا، انت واثقة بينك وبين نفسك عمرها ما هتعمل حاجة غلط، ان هي بتيجي ومصاحباني وبنتكلم وبنتشاور. وبعد ما هنتكلم وقلنا كل حاجة احنا كده اطمنا ان بنوتتنا مفيش اي حاجة بتخبيها على ماما. هقول نصيحة او حاجة، انا متأكدة 1000000% ان في بنات كتير جدا بتتابعني وبتحب قوي في فيديوهاتي وكتير قوي بتقولي احنا بنقعد ولادنا وبناتنا يتفرجوا على حضرتك فواخدينك قدوة ليهم. فكل بنت من اول سن 14 سنة لحد سن 25 سنة، عايزة اقولك يا حبيبة قلبي على حاجة، انت كوين ملكة، انت اجمل حاجة في الدنيا. تسمحيش لحد يضحك عليكي، ما تسمحيش لحد ان هو يضحك على مشاعرك او ان هو يستغلك، او ان كل ما بتغلي نفسك كل ما سعرك بيزيد. يعني ايه سعرك بيزيد؟ يعني مش اي حد يضحك عليكي، ومش اي حد يقولك كلمة حلوة، ومش اي حد يطمن عليك انت كويسة كلتي ما كلتيش، دنيتك عاملة ايه، دراستك عاملة ايه، شغلك عامل ايه. مش هيأثر. انا في بيت بابا مالكة، في بيت بابا باكل وبشرب وبتفسح وبخرج وبشتغل وبدرس والدنيا تمام. اللي عايزني يخبط على بيت بابا ويطلبني من بابا ويقول له ان هو عايزني. لا في راجل يوافق انه يمشي، هرجع اقول تاني، مفيش شاب يوافق انه يتجوز بنت اتكلمت معاه ومشيت معاه، قعدوا لحد 2 3 بالليل يتكلموا على الواتساب، اول ما هياخد خطوه جد هيبص للبنت المحترمه اللي مقبلتش تتعامل معاك من ورا اهلها، علشان مش دي اللي هتبدا ان هي تحافظ على بيتي وعلى ولادي. مش اي حد يضحك علينا كلمه كلمتين، لا يا بابا، هتبدا ندخل في الجو ده لوك. فابدأي حبيبة قلبي، بصي الأول لتعليمك، بعد ما تخلصي تعليمك بصي لدراستك، خلصتي دراستك بصي خلصتي دراستك، خلصت تعليمك ودراستك بصي لشغلك، بصي لكيانك، بصي لهدف انت عايزه توصلي له، علشان حتى لو اتجوزتي ما تطلبيش حاجة من الشخص دوت وممكن ما يقدرش يعملها، او ممكن انت تكوني عايزة محتاجة حاجة ليكي مش هتستني انك تروحي تقولي له انا عايزة الحاجة دي.
او مستنياه يعمل لك الحاجه دي. ليه؟ انت ليكي مستقبل، وليكي هيبقى ليكي ولاد بعد كده. في ايه؟ لازم يشوفوا ماما ناجحه. زي ما بابا ناجح ماما لازم تكون ناجحه. زي ما بابا بيشتغل ماما لازم تشتغل. زي ما بابا بيعمل ماما ليكي كيان. ليكي زي ما انتي قدوة لناس دلوقتي لازم تكوني قدوة لولادك. فخلي بالكم من نفسكم و... وانتوا يا ماميز دلوقتي خلوا بناتكم وليهم. انتوا كأمهات بتربوا اجيال طالعة للمستقبل هتعلم برضو بناتها بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. فاحنا لازم من دلوقتي نصاحب بناتنا، نتكلم معاهم بعقل وبالراحة، نعرفهم الصح من الغلط، الحلو من الوحش، الحرام من الحلال، السلبية من الإيجابية، وهكذا. مش كل حاجة ضرب، مش كل حاجة تزعيق. الولاد ما تتعامليش معاهم، الولاد وحشين، الولاد مش عارفة ايه. تتعاملي مع أي حد في الدنيا إلا الولاد. ليه؟ كده كده المجتمع بتاعنا مجتمع ميكس، اللي هو بنتعامل مع ده وبنتعامل مع ده. تخليش بنتك تبقى اصلا طالعه من البدايه مكسوفه وعندها خجل ان هي تتعامل مع اي حد. وقت ما يجي عليها الفتره اللي هي لازم تشتغل فيها مش هتشتغل، هتبقى خايفه تتعامل، خايفه تقول للدكتور بتاعها انا مش عارفه مثلا البحث اللي حضرتك طلبته مننا هيتعمل فيه ايه. مش هتعرف تاخد حقها من اي حد، مش هتعرف توقف اي يتعامل معاها بقله ذوق، تعرف تقف عند حد. عشان كده بقولك هتلاقي فيه كتير جدا هيقف قدامها، وانت لازم تعوديها من البداية انك ممكن تتعاملي مع اي حد بس بحدود. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، ان الامهات ترتاح نفسيا بعد ما تشوف الفيديو دوت، واتمنى اكون وصلت لكم الموضوع بكل سهولة وبساطة. اتمنى اني اكون اسعدتكم بجد وريحت قلوبكم بسبب الموضوع ده، لان انا شفت كتير جدا من المامز متضايقه من هذا الموضوع او خايفه او متوتره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا رب يكون الفيديو